ترتيب المجموعة الرابعة مشاهدينا بعد انتهاء هذه المباراة، بوركينا فاسو في الصدارة ب4 نقاط، الجزائر من تعادلين نقطتين، وأنجولا نقطة، وموريتانيا بدون رصيد. يلتقيان بعد قليل بمشيئة الله وبالتوفيق أيضا لمنتخب موريتانيا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. إثارة ما بعدها إثارة في كأس الأمم الإفريقية. المنتخب الجزائري العظيم صاحب التاريخ الكبير وصاحب هذه البطولة وبطل البطولة مرتين من قبل، اليوم يتعادل التعادل الثاني على التوالي مع منتخب بوركينا فاسو بعد مباراة ماراثونية صعبة بدنيا على لاعبي المنتخب الجزائري في أوقات عصيبة جدا، ولكن تعادل مثير في اللحظات الأخيرة ويبقي بقوة على أمل المنتخب الجزائري في التأهل. أعود إلى رفيق صيفي رفيق حليش، نقول تعادل جيد أسلج الصدور. أي نعم كنا نطمح وكان المنتخب الجزائري يطمح في الفوز في هذه المباراة، لكن المنتخب البوركينابي منتخب ليس بالسهل وفي ظروف صعبة، فالتعادل اليوم يعتبر نتيجة جيدة، أليس كذلك؟ أكيد التعادل والعودة مهم جدا معنويا، وقلنا حتى قبل الاستوديو أن تلعب أمام بوركينا فاسو، أول شيء تلعب أمام أرض وكأنك تلعب على أرضية ميدان وجمهوره. بوركينا فاسو على الكوت ديفوار تقريبا ما بين الحدود 300 متر ما بين، عندما تشوف يعني عدد الجماهير تقريبا 30,000 من بوركينا فاسو بالفعل. هذا ما يدل على الدعم الجماهيري كان موجود بالنسبه لبوركينا فاسو. حتى اداء بوركينا فاسو قلناها، كل المواجهات اللي كانت ما بين الجزائر وبوركينا فاسو كانت دائما قويه وتنتهي باثنين بتعادل 2-2 1-1 2-1، دائما يعني النتائج كانت يعني مقتربه، يعني فرق صغيره. ولكن عوده المنتخب الجزائري راجع للتغييرات وتكلمنا عليه. التعداد البشري موجود، جودة اللاعبين موجودة في المنتخب الجزائري. أيوة. دائما عندنا يعني البديل، توظيف وخيارات نظام اللعب وبداية المباراة دائما تكون مهمة وتفرق من مباراة إلى أخرى. يعني كل مباراة عندها عواملها، عندها ظروفها. مباراة ممكن يكون فيه لاعبين أكثر هجوميين، ممكن هم اللي يكونوا كأساسيين. كنا نتكلم ما بين شوطين. طيب يعني انت تقصد رفيق كنا نتكلم ما بين شوطين يلزم لك لاعبين، لازم تعطي جنون للمباراة. لاعب بسرعة، انتعاش بدني، مراوغات، اختراق، سرعة، ولاعبين تكلمنا عليهم. لاعبين شبان، تكلمنا على والناس وتكلمنا على عمورة. لاعبين يسار القامة، سرعة، جنون في اللعب، في الاختراق، من جانب الدفاعي ومن جانب الهجومي. هذو اللاعبين يعرفوا يدافعوا ويعرفوا يهاجموا. والناس دخل زيادة عن هذا عمورة أعطى الإضافة بالسرعة للأمام، في المساحات على الأطراف، تغييرات حتى ولو بعد خروج بالليلي، تغييرات. عمورة رجع الجهة اليسرى، يعني دخول تغييرات أو الدكة الموجودة في المنتخب الجزائري هي اللي صنعت الفارق في 20 دقيقة الأخيرة. كنا ننتظر في المباراة الأولى، نعطيك مثال فقط، كنا ننتظر أن نشوف سليماني وبونجاح، واليوم شفنا سليماني وبونجاح حتى ولو ربع ساعة أو 10 دقائق. كنا ننتظر جنون المباراة دخول مع عمورة، دخل عمورة اليوم أعطى الإضافة. حتى طريقة اللعب، لعبنا نهينا المباراة بلاعبين 2 في الارتكاز، شايبي وزروقي، ولعبنا ب4 مهاجمين، يعني قادرين أن نبدأ مباراة ب4-4-2 أو 4-2-3-1. قادر تلعب بصانع لعب وراء المهاجم، قادر عمورة يكون وراء المهاجم، وعمورة يقدر، ميزة عمورة يلعب على الجهة اليمنى على الجهة اليسرى في الوسط. عمورة سم في المهاجمين زيادة أو إضافة على بونجاح اللي كان اليوم رجل المباراة من الجانب الدفاعي، الجانب الهجومي وجانب التهديف. اليوم بونجاح كان ممكن حتى يسجل هدف ثالث ورابع، ولكن نحتفظ بال20 دقيقة الأخيرة من حيث الروح، من حيث النجاعة الهجومية، ومن حيث والاندفاع البدني القوي، الاندفاع البدني والانضباط التكتيكي. حتى ولو لعبنا بلاعبين 2 في الارتكاز، في بعض الأحيان كان دائما زروقي أمام الدفاع، وشايبي كان كصانع ألعاب كان دائما يساند في الهجوم. كملنا في بعض الفرص أو في بعض اللقطات تقريبا كنا ب4 مهاجمين وشايبي من وراء. تمام. هذه طبعا ضربة الجزاء التي كانت الهدف الثاني للمنتخب البوركينابي في هذه المباراة، وطبعا تقدم مرتين اليوم على المنتخب الجزائري الذي كما قال رفيق صيفي استفاق في 20 دقيقة الأخيرة استفاقة كبيرة، وظهرت طبعا نجاعته الهجومية بشكل كبير. إذن السؤال هنا لرفيق حليش، من خلال كلام رفيق صيفي ومن خلال سيناريو المباراة ومن خلال ما رأيناه في هذا اللقاء ومن خلال ما تحدثنا عليه قبل المباراة، هل أخطأ جمال بن ماضي في التشكيلة من البداية أم لا؟
ما نقدرش نقول انه اخطا. عناصر اللي موجوده عنده هو ادرى بها، عناصر ذات خبره، اسماء كبيره، نتكلم على محرز، نتكلم على بالليلي، عنده ثقه كبيره فيهم. ادى اللي عليه في طيله ال 60 او 65 دقيقه اللي لعبها، وتم تغييره، ادموا الناس في مركزه الحقيقي الجهه اليمنى. طيب ادى الفارق. سأعود إليك بالتفصيل في هذه النقاط أنت ورفيق صيفي، لكن نتحول مشاهدينا إلى ملعب المباراة لنستمع ماذا قال نجم المنتخب الجزائري بغداد بنجاح بعد هذا التعادل المثير. إذا معنا من جديد بغداد بنجاح صاحب الهدفين. بغداد، مباراة ضغط رهيب جدا، حرارة. أولا صف لنا كيف عايشتم هذه المباراة. أكيد أول شيء الحمد لله ربي ما خيبناش، كنا حابين نفوزوا، هذا شيء أكيد. أخطاء دائما تحصل آخر دقيقة في الشوط الأول قابلنا هدف، لكن قعدنا مركزين، تعادلنا، عاود خطأ ثاني، ضربة جزاء، الحمد لله بس قعدنا مركزين، جبنا الجول الثاني، كنا حابين نفوزوا. الجو اليوم كان صعب جدا، مش سهل تلعب في جو كيما هكا، كانت حرارة بزاف طالعة، تعبنا والتعب تاعنا ما جاش بالساهل. ما زلنا مباراة، عندنا كما نقولوا فرصة إن شاء الله، آخر مباراة نعطوا فيها كل شيء ونحاول نفوز بها إن شاء الله ونتأهل إن شاء الله. عارف أنه عشتوا ضغط قبل المباراة، يعني بعد التعادل الأول كان ضغط رهيب جدا. كيف كان خطاب المدرب اليوم من أجل الحضور على الأقل نفسي، رغم أنه التوقيت كان صعب كما قلت؟ أكيد التوقيت كان صعب. احنا دخلنا باش نفوز المباراة، الشوط الأول قدمنا مباراة كبيرة، جاتنا فرصتين ضيعنا، نقص التركيز في آخر دقيقة في الشوط، قبلنا هدف، لكن المدرب حكى معنا، قالنا الفرصة تاعنا اليوم نفوز ما نخسروش، تعادلنا وخلوا فرصة إن شاء الله الماتش الجاي. شكرا جزيلا لك بغداد بنجاح على هذه المداخلة. إذا المباراة وتحديدا لقطة الهدف، أعود إلى رفيق صيفي ورفيق حليش للحديث عن الهدف وصحته، هل هو تسلل أم لا؟ رفيق حليش، صحة الهدف قانونيا، لكن صحة الهدف أتوقع أنه صحيح، لأنه رجل للاعب الجهة اليمنى ما قدرتش نعرف من بالذات، لكن رجله خلاها للخلف وتحسب على آخر نقطة. نظن أنه وحسب اللقطات الفار والخطوط اللي محطوطة الهدف صحيح، جاء من الجهة اليسرى صراحة. طيب التوازن أو الانسجام بين بن سبعيني وعيسى مندي في هذه اللقطة، من يتحمل من دفاع المنتخب الجزائري هذا الهدف؟ الهدف يتحمله المجموعة كلها، المنظومة كلها الدفاعية. أولا عدم الضغط على حامل الكرة اللي يعطاه الفرصة أنه يرفع الكرة، من بعدها كرة في العمق، عدم تتبع اللاعب المدافع بن سبعيني وأيت نوري، لأنه اللاعب كان في وسطهم، يمكن عدم التكلم مع بعض هي اللي خلاه انه اللاعب ينفرد لوحده، لانه اللاعب كان في ظهر بن سبعيني. طبعا هذا كان لقاء مع بغداد بنجاح، طبعا نجم المباراة ولاعب المنتخب الجزائري والمتميز طبعا ايضا مع نادي الصد القطري. اتي لرفيق صيفي الحديث عن نقطة مهمة، وهي اليوم منتخب الجزائر وفي هذه البطولة 3 أهداف في طبعا في مباراتين، منهم ضربتي جزاء بسبب أخطاء